ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكويسين. لو لأول مرة بتشوفوني ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد على قناتي وتعملوا مشاركة للفيديو. النهاردة هنعمل مع بعض طريقة عمل الغريبة زي ما بنشتريها بالظبط من طريقة أكبر المحلات. شايفين ما شاء الله شكل الغريبة؟ شايفين ما شاء الله شكل الأرضية بتاعتها زي الجاهزة وأحلى كمان. هنعملها في البيت وهنعرف كل أسرارها زي المحلات بالظبط. عندنا 3 كوب من الدقيق، ويكون دقيق مخبوزات أو دقيق كحك وبسكوت. هنحط عليه ربع معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وعندنا نص كوب من السكر زيادة معلقة سكر بودرة. عندنا 3/4 كوب من السمنة، أنا مستخدمة سمنة جاموسي ومستخدمة سمنة بقري. طبعا السمنة لازم تكون معانا مرملة خارجة من التلاجة، ما تكونش ساقعة قوي. بعد كده هنضرب السكر والسمنة مع بعض لحد ما يعملوا كده معايا قوام كريمي. وبعد كده هنبدأ اللي احنا ننزل بالدقيق. هنعجن في العجينة بتاعتنا لحد ما تكون بالملمس اللي انتوا شايفينه ده. انا باخد العجينة لسه بتشقق معايا، محتاجة ان هي تتعجن معايا تاني. هفضل اعجن فيها زي ما انتوا شايفين كده. كده خلاص اتخدمت كويس وبقت العجينة بتاعتي مظبوطة للتشكيل. طبعا انا مشغله الفرن بتاعي قبلها بربع ساعة على حرارة 160. بدخل الصينية في الرف اللي في النص، مش بفتح عليها شواية نهائي. ممكن تقعد معاكي من حوالي ربع ساعة، اقصى حاجة 30 دقيقة او 25 دقيقة. بدأت اخد كده من العجين قد حجم البندقة كده، يكون الحجم بتاعها حوالي 10 جرام. ما تكونش كبيرة قوي علشان ما تشققش معاكي في الفرن زي ما انتوا شايفين كده، ولا تاخد تسوية زيادة. زي ما انتوا شايفين كده اعملوا الحجم بتاعها يكون صغير علشان تكون زي الجاهزة وتستوي معاكم بسرعة وتكون نفس الجاهزة بالظبط. ببدأ اخد قطعة من العجين صغيرة كده قد حجم البندقة، وببدأ اكورها بين ايديا كده زي ما انتوا شايفين، وببدأ احطها في الصينية او في الصاج زي ما انتوا شايفين كده. طبعا ممكن تحطي ليها اي مكسرات لو متوفر عندك، بندق او لوز ممكن تحطي. مش متوفر سيبيها سادة زي ما هي، وممكن تحطوا فول سوداني عادي، وممكن تحطوا لولي من اللي هو الكور ده. زي ما انتوا شايفين كده ببدأ اخد بين ايديا وبكور كده، وببدأ احطها في قلب الصينية. طريقتها سهلة وبسيطة واحلى من الجاهزة بكتير. وهتعملي من 3 كوب دقيق نص كيلو من الغريبة. شايفين ما شاء الله شكل الغريبة. بعد ما خلصتها وكورتها هبدأ اللي أنا أزينها ببندق مجروش أو بلوز اللي متوفر عندك، وممكن تسيبيها سادة أو ممكن تحط عليها لولي زي ما انتوا شايفين كده. طبعا أنا قلت اللي الفرن شغال قبلها بربع ساعة. بدخل الصينية في الرف اللي في النص، بتقعد من حوالي ربع ساعة، أقصى حاجة 30 دقيقة أو 25 دقيقة. طبعا ما بسيبش الغريبة تاخد لون. ببدأ اللي أنا اختبرها من واحدة، لو لقيتها لسه عجين ببدأ اللي أنا اسيبها تاني في قلب الفرن. شايفين ما شاء الله شكل الأرضية بتاعتها أخدة لون ذهبي بسيط جدا جدا زي ما انتوا شايفين كده. شايفين اللون؟ هي مش بتاخد أرضية